هلو يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بفكرة فيديو خطيرة قوي، حلوة قوي، وما عملتهاش بقالي كتير، او مش هعمل الحاجة دي، او ما عملتش الحاجة اللي انا هعملها في الفيديو دي بقالي كتير، الا وهي تنظيم مكتب الدراسة بتاعي. عدى خلاص على الدراسة اسبوع، وانا مرتبتش حاجة. يعني المكتب اصلا انا نقلته من مكانه علشان انا مش بذاكر على المكتب. انا بحب اذاكر على السرير او بحب اذاكر على الارض حرفيا، يعني ده مكاني المفضل للمذاكره. فانا مش بعرف اذاكر على المكتب خالص، ولا بعرف ان انا اقعد على كرسي بقى وهذاكر، لا مش بعرف اعمل كده خالص. فنقلته من مكانه وحطيته في مكان ما ينفعش اصلا ان انا اقعد على كرسي قدامه واذاكر، يعني حطيته ما بين السرير والحيطه حرفيا. واللي هو فايدته ايه؟ ان انا احط عليه حاجه الدراسه، كتب، كشاكيل، اقلام، اي حاجه بقى للدراسه وكده بحطه عليه. انا مش بذاكر عليه، فيلا بينا بقى نشوف هنعمل إيه. بس طبعا قبل ما نبدا متنسوش لايك، اشتراك في القناه، ويلا بينا بقى. هوريكم شكل المكتب دلوقتي عامل ايه بجد، عشان حرفيا شايفين انا حطيته اصلا الحيطه السرير. شايفين كركبة؟ شايفين حرفيا لسه في شنطتي اقلام وكشاكيل وكتب وحاجات كتير قوي. طبعا انا جبت الكتب وما صورتلكوش وانا بشتريها، ولا صورت اي حاجه. وحرفيا ده بادي لوشن، ده الشاحن بتاعي، ازازه الميه، كل حاجه متكركبه هنا. فيلا بينا بقى نظبطهم. انا مش هنقله من مكانه لان مش، طبعا زي ما قلت لكم ان انا مش بحب اذاكر عليه. فهرتب بس الحاجه لمجرد ان هي مش مترتبه فقط، يعني هرتبها بس واشيل الحاجات دي كمان اللي في الشنطه. ويلا بينا بقى نشوف. تعالوا بس ايه نفضي الحاجه اللي في الشنطه واوريها لكم. حرفيا الشنطه فيها كتب كتير قوي. اول حاجه كتاب الكيمياء، النوت بوك بتاعته، وكتاب الانجليش. تمام. في هنا طبعا اقلام هوريها لكم دلوقتي، آلة الحاسبة، اقلام، طبعا دي 5 جنيه ملناش دعوة بيها، والاستيكة. شايفين كل دول؟ كمان الحاجة اللي على المكتب اللي انا وريتها لكم من شوية، دول برضو. يعني المكتب اصلا صغير وانا مش بحب اذاكر عليه، فانا حاطه بس في الاوضه كأن انا هحط كتبي عليه وانظم حاجتي عليه، مش اكتر. وهنا نفضل حاجه. اول حاجه هاخد دي كده، تمام، ونحط الاقلام بتاعتنا فيها. ده اول قلم. بصوا انا عايزه ارتب كل حاجه قبل ما امشي. طبعا همشي رايحه فين؟ انا رايحه الدرس بتاعي، تمام. فعايزه ارتب كل حاجه قبل ما امشي، بحيث ان انا ارجع على الاوضه بتاعتي نظيفه كده وجميله بجد. بالذات المكتب اكتر حاجه بشعه في الاوضه، سيبكم من ده طبعا. اكتر حاجه بشعه في الاوضه هو المكتب حرفيا. الكتب هشيلها احطها على السرير برضو، تمام. السرير برضو متبهدل معايا والله يا جماعه. شايفين كشاكيل بقى وكتب وثانويه عامه وحاجات كتير قوي كده. ادينا بنشيل اهو. بس طبعا بعد ما شلنا كل حاجه من على المكتب هنرجعهم تاني. دي الاقلام، اوكي. هحطها هناك كده في الكورنر اللي هناك ده، وعندي قدام المكتب بالشكل ده. هحتاج بقى ان انا احط الكتب كل حاجه هنا، تمام. انا طبعا شلت كل حاجه من المكتب زي ما شايفين، حطيت الاقلام بس. فيلا بينا بقى نرجع للكتب ونشوفها. اول حاجه هشيل الكتب اللي عليا دلوقتي. فاهمين حاجه؟ يعني انا مثلا عندي درسي دلوقتي، فهاخد الكتاب ده هشيله على جنب. دي اوكي. وعندي الدرس ده فهشيله برضو على جنب. ده هحطه، المفروض ده بتاع الانجليش، تمام. فهحطه كده وفوقه الكتاب بتاعه. انا بحب ان انا امسك الموبايل واصور معاكم لحظه بلحظه، مش بحب ان انا احطه على ستاند. لا، بحب ان انتوا تيجوا معايا كده وانا بجيب الكتب وبحطها، اجيبها واحطها. المهم هاخد ده. المهم ده كتاب الكيمياء، حطيت فيه النوت بتاعته. وهاخد الكتاب احطه فوق كتاب الانجليش، تمام. هيبقوا بالشكل ده. هنرجع تاني، ده بتاع الرياضة، تمام. ده كتاب الرياضة، فيتحطوا بالشكل ده. شايفين كل حاجة كده بحبها بترتيب كده وتكون منظمة. ده الفيزياء، تمام. هو اصلا تخيل لوحده مش محتاج حاجة تتحط فيه، بس هنحط النوت بتاعته. شايفين الحجم قد ايه؟ حطيته طبعا. هنيجي للعربي. ده كتاب العربي، هحط فيه النوت واخدها. نخلي بقى بنظام،
تمام. هنيجي بقى لكتاب التاريخ اهو حطيته. هنيجي بقى للكركبة دي برضو لسه في اوراق ولسه في حاجات. لا، قبل الآلة الحاسبة لسه في حاجة. تعالوا نكمل. دي كيسة كده فيها كراريس كتير قوي قديمة، او مش قديمة، هي اوريدي فيها اصلا ورق وبتاعت السنة دي، بس انا بعد ما استخدمتها رميتها تاني، رميت الكراريس او ما بقتش استخدمها فحطها هنا، يمكن استخدمها لحاجة تانية. تعالوا نكمل. هنا طبعا مذكراتي بتاع الكتب، يعني حرفيا كام مذكرة كده بتوع الرياضة بقى، انجليش عربي. تمام. بحطهم هنا برضو كده. وكمان في اللي هي دي كان عليها ورق وعليها حاجات كده بكتب فيها. حتى طبعا كده المكان مش هياخد حرف خد الحمد لله. ايه تاني؟ المصاحف. عندي هنا مصحفين. تمام، احطهم هنا فوقهم. تعالوا الآلة الحاسبة. طبعا دي كيسة الآلة الحاسبة عشان انا بحب احافظ عليها فاحطها جواها. تمام، انا مش عارفة احطها جواها وانا بايد واحدة عشان انا ماسكة الكاميرا طبعا فاحطها. حطينا الآلة الحاسبة في الكيسة بتاعتها. بحطها هنا بقى. انا اوريدي لما بروح الدروس بشيلها من الكيسة، بس عشان انا بحب احافظ عليها علشان الآلة الحاسبة طبعا غالية جدا. دي كنت بحط فيها الأقلام. تمام، هحطها هنا هيبقى بالشكل ده. شايفين ادي النظام ولا لأ؟ ده النظام. هنيجي بقى لبقية الأوضة. السرير طبعا عليه كراكيب، عليه حاجات كتير قوي. وهنا كمان ده الكرسي بتاع الهدوم، دي جيبة بيضة كده، وده بقية الاوتفيت. هنا شنطة وهنا حاجات كتير قوي. فطبعا دلوقتي هعمل ايه؟ هجهز الشنطة بتاعتي احط فيها الكتب. تمام، هاخد الشنطة دي. رأيكم فيها؟ حلو. وهنا بقى هحط الاقلام اللي انا هحتاجها. بس ده يكون فيديو النهاردة يا جماعة. ده يكون فيديو النهارده جات لكم اهو. ده يكون فيديو النهارده. ما تنسوش بقى لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. قبل ما اقول سلام، عايزه بس اوريكم شكل المكتب عشان حاسه ان انتوا ما شفتوش كويس. ده شكل المكتب. تحفه ولا مش تحفه؟ والله العظيم جميل. شايفين هو الكتاب ده بس مغطي على بقيه الكتب. شايفين المنظر؟ تحفه. احسن من الاول ولا لا؟ انا اوريكم شكله في الاول اكيد احسن من الاول ولا لا. هنا الاقلام كلها، هنا الآلة الحاسبة، وهنا الكراريس والسنادة دي والمصاحف، وهنا الكتب. انا مش بحتاج المكتب غير ان انا اعمل عليه الحاجات دي. مش بحب اذاكر عليه. لو انتوا بتحبوا تذاكروا عليه عادي ما فيهاش اي مشكلة، بس انا واحدة من الناس مش بتحب تذاكر على المكاتب ومش بتعرف.